طيب بمناسبة حلول شهر رمضان، وربنا يشفيه لك يا رب الحاج الأيام المفترجة. احنا مستشفى الأطفال. في بداية ما بدأ يتعب هناك، في بداية تعب أساسا هو كان مولود عادي. فبعد شهرين ثلاثة تعب. فراح يكشف قولي الأول حالة أحمد اسمه محمود. حالة محمود إيه يعني، إيه عنده إيه ولا إيه ظروفه؟ الأول عرف الناس الحالة بتاعت. هو عنده مرض اسمه جوشر. اسمه إيه؟ جوشر. ده الاسم العلمي. الاسم جوشر. جوشر. يعني ايه جوشر؟ هو ده انزيم ناقص من الكبد. ده بيخزن الدهون في الكبد والطحال. تمام. فبيتضخم. تمام. فهو المفروض له علاج حاجه اسمها سيرزين. هو دي موجوده. موجوده في مصر هنا. هنا موجوده الفرقه بتاعتها اللي انا بديها معايا. لا مش موجوده في مصر. المفروض ما بتتباعش الا في امريكا. بتتباع في امريكا؟ في امريكا وزاره الصحه ما بتتباعش في صيدليه. الحقنه دي ثمنها كام؟ الحقنه ثمنها اساسا الاساسي بتاعها 14,000. 14,000 جنيه. الاساسي الفايل بياخد كام حقنه في الشهر؟ بياخد 3 فايل 3 حقن. 3 حقن ب 14,000. لا الثلاثه الحقنه الفايل الواحد ب 14,000. ب 14,000 الواحد بياخد 3. تستمر معاه؟ تستمر مدى الحياه. مدى الحياه. لكن هو في دكتور بيجيبها لنا من تركيا. الفايل ب 8,000 يعني ب 24,000 في الشهر. 8,000 جنيه. طب اشمعنى تيجي من تركيا ب 8,000؟ هي امريكا بتديها منحه لتركيا والبلاد دي. فهو بيجيبها لنا يعني. يعني خدمه. بيجيبها لنا الفايل ب 8,000. 8,000. الدكتور ده من هنا؟ من سفر ولا من لا انا ما اعرفوش. هو في وسيط بيننا وبينه، انا ما اعرفوش خالص. بيجيبها لك ب 8,000 بياخد فلوس؟ بياخد فلوس. طب وحياتك يعني انت عايش ازاي ولا ابنك؟ هو ده الحقن دي في ناس بتساعدني ان انا اجيبها. بتساعدك بتدفع لك الفلوس تكسب؟ ناس بتساعدني اللي بيديني 50 اللي بيديني 100 اللي بيديني 1000 اللي بيديني كده يعني بلمها كده. شهري؟ طب ما ده صعب اما تدفع 24,000 جنيه شهري. يعني انا بياخد في الاسبوع كل اسبوع بياخد جرعه. كل اسبوعين المفروض ياخد جرعه. حولي. فايل ونص. المفروض كل اسبوعين ياخد فايل ونص. عرج ولا عضل؟ لا وريد. بس يعني انا شايف بطنه كبيره. بالنسبه له كده خفت عن الاول كمان. يعني شوف كده. يعني كده ده خفت عن الاول. ده كله كان طالع فوق منها كده. يعني بدات الحمد لله بعد ما خد علاج بدات تخف كمان. يعني هي شوف نازله تحت كمان. يعني دي كده وخفت يعني. كده خفت كتير. يعني شوف حضرتك كده. ما فيش. ما كانش ده موجود. احنا نقدر نعمل كده خالص. يا سلام. والله ما كانش ده موجود. لكن هي الوقت خفت الحمد لله. يعني هي يعتبر نزلت من الوقت. طب انت نشدت المسؤولين، رحت هو طبعا ليه تضامن، ليه تأمين صحي؟ رحت التأمين، خدت رفض من التأمين. طب رفض ليه؟ استنى بس، رفض بالتأمين الصحي؟ على علاجه؟ على علاجه. يعني العيل يموت مثلا؟ بيقولوا العلاج ده مش موجود وما نقدرش نوفره. عشان مكلف. مش عارف عشان ايه، بيقولوا مش موجود عندنا. ده التأمين اللي قال كده. التأمين في المنصورة؟ لا في القاهرة. في القاهرة. في مدينة نصر في روكسي. ايوه ده إدارة التأمين او الهيئة العامة للتأمين. الهيئة العامة للتأمين. قالوا له هو دواء ابحاث ومش موجود. طب نعمل ايه؟ طب وفروا لنا باي طريقة؟ طب خدنا جواب وروح ان هم يوفروا لنا. قالوا ما نقدرش نوفر. بعتوا لي المجالس الطبية للنظر في حالته. امكانيته السفر للخارج او كده. فبقى رجعونا على التأمين تاني. يعني زي ما تقول يعني ايه، ده بيبعت ورقة وده بيبعت ورقة. ما فيش حل يعني. وبعدين طب بعد ما هم رفضوا علاجه في التأمين،
عملت عملنا ايه؟ طلب لوزير الدفاع، وعملنا طلب لرئاسة الوزراء. بيردوا علينا حاضر ماشي طيب بنجدد لكم الطلب بتاعكم، بس ما فيش جديد يعني. كان في دكتور كلمني وقال لي ان شاء الله ربنا يسهل، هيجي في خلال اسبوع هيجي علاج. الدكتور كلمك من مين؟ من القاهرة. من القاهرة. قال لي هيبقى ان شاء الله خلال اسبوع ابنك هياخد العلاج. طب يعني علاج مستمر ولا علاج ايه يعني؟ مش فاهم. ما انا بقول له، ما انا قلت له خلال اسبوع هياخده ازاي؟ قال هنحاول احنا ان شاء الله ربنا يسهل التأمين هنصرف منه 5 مليون نجيب بهم علاج. طبعا 5 مليون دول مش هيكفوا لانه في زيه برضه، هو مش لوحده وفي اطفال زيه. هم مش كتير في مصر عامة يعني. والله مش كتير. ده مرض نادر تقصد؟ مرض نادر يعني. هم مثلا مش هنقول مكلفين ان الدولة مش مثلا تقول ده كتير وكده، لا، هم في المرض ده نادر جدا في مصر. يعني محمود ده يعتبر كده مش حالة نادرة. صح كده؟ المهم قلت له ماشي حاضر. فرجيت اكلمه تاني، قال لي انت واخد حكم محكمة ان ابنك ياخد علاج؟ حكم محكمة؟ لازم حكم محكمة علشان. قلت له هو انا عشان ابني مريض، المريض لازم ياخد حكم ان هو يتعالج؟ قلت له لا مش حكم محكمة. قال لا ارفع قضية ضد التأمين وخد حكم. فطبعا التأمين انا رفعت قضية فعلا للمجلس الدولي، بس طبعا التأمين هيطعن وهتبقى ماشية كده. هو هيطعن وانا اجدد وطعن. يا سبحان الله، يطعن ليه؟ والعيل اللي زي ده يروح فين يعني؟ يعني عيل طفل زي ده يعني ظروفه الصحية صعبة ده اخر حاجه يعني. انت المشكله ان انا الوقت المشكله مش في المشكله ان انا وصلت الاول كان الناس بتساعدني، طبعا اللي بيساعدني مره مش هيساعدني الثانيه، بس الثالث الرابعه على طول. المشكله مش في كده. يعني ناس كلمتني قالت لي احنا ممكن مثلا نساعدك، بس هساعدك النهارده ولا بكره ولا بعد ولا بعد سنه ولا بعد 100 سنه. فالمشكله ان الوقت ده حاجه لازم البلد هي اللي تهتم تبقى نفقه الدوله. بس الواحد انا بلف على ناس هنا، يعني بروح لناس هنا وبقول لهم ساعدوني. طبعا بقى انا مش مثلا انا كنت بسافر. انت ما تقدرش على مصاريف ابنك يعني 24,000 جنيه. ومين اللي يقدر؟ هات لي واحد يقدر على مصاريفه في الشهر 24,000 شهرين. ده مش ثابت، دي غير اللي بياخد علاج للهشاشه وبياخد حديد وبياخد مجويات وبياخد حاجات تانية كتير خلاف الحاجات دي. يعني دي حاجه ثابته برضه على مدى الحياه. بياخد دم ممكن ياخد كل اسبوعين دم. يعني هو بيجي له النيمه بتاعته بتبقى ساعات 6.5 من 10 يعني الدم.